اتكلم ازاي مع جوزي اللي عنده روماتويد؟ اتكلم ازاي مع بنتي اللي عندها ذئبه؟ اتكلم ازاي مع والدتي اللي عندها خشونه وما بتتحركش؟ اتكلم ازاي مع اخويا اللي عنده تيبس فقاري؟ اقول لهم ايه؟ اتعامل معاهم ازاي؟ اكلمهم في المرض ولا ما اكلمهمش؟ دي اسئله بتجيلي كتير قوي من افراد العائله المصاحبين للمرضى بتوعنا. النهارده هنتكلم على قواعد عامه في التعامل مع مرضى الروماتيزم. بفرح قوي لما حد من الأسرة يسألني أتعامل إزاي، أعمل إيه عشان أساعد المريض بتاعي، لأن ده مهم جدا 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 في تحسن المريض. عشان كده القواعد الأربعة دول مهمين جدا في التعامل مع مريض الروماتيزم. أول حاجة، خلي السؤال بتاعك عن صحته دايما سؤال مفتوح. يعني أنت عامل إيه النهاردة؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله أنت كويس، طمني. لكن بلاش الأسئلة أنت أحسن، انت اوحش، انت حاسس انك احسن، انت حاسس انك اوحش. الاسئله المقفوله دي بتضيق الحوار جدا جدا جدا. الحاجه التانية، ابدا دايما جملك بتفهم حاله المريض، بمعنى انا حاسس بيك ومقدر جدا المجهود اللي انت بتعمله والتزامك بالدواء. انا مقدر جدا انك بتحاول انك تلعب رياضه. انا مقدر جدا التزامك بالاكل الصحي اللي الدكتور قال عليه. وبلاش طريقة السلطة الأبوية اللي فيها ما انت ما بتسمعش الكلام، انت ما فيش فايدة فيك، ما انت لو بتسمع كلام الدكتور. بلاش دي، لأن دي بتخلي في دايما توتر في العلاقة ما بينك وما بين المريض. الحاجة الثالثة، اشرك دايما نفسك في الحل. يعني دايما نتكلم بصيغة الجمع. احنا هناكل أكل صحي، احنا هنراجع الدواء مع بعض، احنا هنلعب رياضة مع بعض، احنا هننام بدري، احنا هنسمع كلام الدكتور، انا هاجي معاك للدكتور. دي بتفرق كتير قوي عن توجيه الكلام بصيغة الامر للمريض لوحده. 4، دايما انهي كلامك بخطة واضحة. يعني هنعمل 1 2 3، لخص الكلام اللي انت قلته في 10 دقايق ونقاشك مع المريض. تقول نجاحات اللي حصلت وتقول الحاجات اللي انت هتشتغل عليها. طبعا دي نصايح عامة، وكل واحد عارف شريك حياته وعارف ابنه او ابوه ازاي يعامله، وانتوا عارفين اهاليكوا اكتر حتى من اللي حطوا النصايح دي. وربنا يشفي كل مريض ودمتم سالمين.